السلام عليكم. في هذه الأيام ذكرى قصف دريسدن من طرف الحلفاء. هذا القصف الهمجي الغير مبرر والذي لا معنى له، لأن دريسدن لم يكن لها أهمية استراتيجية عسكرية، لم يكن فيها أي مواقع عسكرية. القصف كان لأجل القصف والقتل ليس إلا. بينما كان الاتحاد السوفيتي يهاجم ألمانيا النازية في رد فعل هجومي أو هجوم مضاد حتى إيصالهم لبرلين في الأيام الأخيرة للحرب، يعني 13 فبراير 1945 قام الحلفاء بقصف همجي على مدينة دريسدن. وهذا القصف يعني معروف في التاريخ بأنه يعني وحشي للغاية، لأنه في 3 أيام تم قتل عدد بين 24,000 و240 ألف شخص. الإحصائيات الرسمية حتى للحلفاء تقول أن العدد بين 24,000 و40,000، لكن هناك إحصائيات أخرى غير رسمية تقول أن هناك 240 ألف شخص ماتوا جراء 3 أيام من القصف ب4000 قنبلة كبرى، قنابل حارقة. وهذه القنابل لم تقتل فقط الناس وتدمر البيوت وتدمر الكنائس وتدمر يعني المنشآت، لا، بل أيضا مصت الأكسجين الذي كان في المدينة. لهذا الكثير من الناس ماتوا بسبب انعدام الأكسجين في الجو بفضل أو بسبب هذه الهجمات الهمجية من طرف الحلفاء. نتحدث على دريسدن لأن هذا مهم في التاريخ الحالي، نعرف السياق الذي تقوم به أيضا أمريكا وإسرائيل في الإبادة الآن في غزة، لأن هذه الأشياء هم لا يريدون أن يعرفها الناس، يريدون أن يمحوها من التاريخ، لكن يجب أن يعرف البشر ما وقع في غزة الآن. نحن يجب أن نعرف بأن لولا هذا التضامن العالمي والعربي مع غزة، ولولا يعني هذه النفور وهذا التضامن أصلا من حلف المقاومة ومن الناس جميعا، لكانت النتيجة تكون أسوأ. وأيضا صمود الغزيين وصمود المقاومة هناك، وكل هذه الأشياء هي مهمة. لكن هؤلاء الهمج يقومون بأشياء فظيعة جدا ثم يقومون بمحوها من التاريخ أو بعدم تعليمها في المدارس. يمكنكم أن تبحثوا عن قصف دريسدن، لا تذهبوا إلى الويكيبيديا لأن هي منحازة يعني المبرر أو النسخة الأمريكية، رغم أنهم يعترفون بما وقع لكن هم منحازين. يعني أشياء يجب أن يعرفها الجميع ما وقع هناك. وشكرا. ما رأيكم؟ وشكرا.